اختارها. المجلة اسمها نيو ستيتسمان، بتتكلم عن السياسة العالمية والإقليمية وبريطانيا عايزة ايه إلى آخره. يعني كتبت مقالة بتحلل شخصية الأمير محمد بن سلمان، وليه الراجل ده بينافس الشيخ محمد بن زايد في الإمارات والسيسي في مصر. انتوا مش خايفين ولا ايه؟ انتوا ما تخافوش الا من عتريس؟ انا اجدع من عتريس، اني اشجع من عتريس، اني بلوى سودة، انا سفاح، انا شراني، اني بلوى سودة، انا سفاح، انا سفاح، انا سفاح، اني بلوى سودة، انا سفاح، انا سفاح، اني بلوى سودة، انا سفاح. مش بس السعودية، ده هو شايف انه هينقذ الخليج كله، وشايف نفسه زي فيلم بلاك بانثر او النمر الاسود او الفهد الاسود. الفيلم ده بيتكلم عن شخص بينقذ اهل بلده، فالامير محمد بن سلمان يرى نفسه منقذ الخليج. افتح يا مازنجر، انا معك. وشايف ان السعودية لو ما تحولتش لدولة عظمى هيتم احتلالها، هتيجي قوات اجنبية، غزو روسي او غزو صيني، طمعا في البترول والغاز الخليجي. فالراجل يرى انه لو ما تحولش لدولة عظمى هيلقى مصير القذافي في ليبيا او بشار الاسد في سوريا او صدام حسين في العراق. كنت انا وابراهيم وبيومي وبلبل وباهر ومحسن، دول خمسة. ما محسن جه متاخر. ايه؟ صباحية مباركة يا ابن العبيطة.